أقوى من الحب. أقوى من الحب. يكتبها محمد دوارة. إخراج إبراهيم الكردي. اهلا 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 يا مطاوع. اهلا يا ابو سريع. اهلا، اتفضل اتفضل اقعد يا مطاوع. اقعد فين يا اخويا؟ اقعد على الرصيف ولا على عتبة العمارة؟ لو شرفك هتقعد اجدع قعده دقيقه واحده. اجدع قعدة؟ لازم بقى هيجيب لي كنبة اسطنبولي ولا يمكن هيجيب لي شلتة. اتفضل اتفضل يا ابو الرجاله، خد راحتك على الاخر. اجدع دكه في الحي كله وشرفك. انت هتقول لي يا ابو سريع ما هو لازم اجدع بواب في الحي يبقى عنده اجدع موبيليا. مسافه دقيقه واحده هيكون جاهز. هتجهز لي ايه يا ترى يا ابو سريع؟ ده كربط ولا؟ كويسه قوي ده كربط دي. بطل احلام يا مطاوع يا اخويا بعدين تتعب. بصراحه بقى انا ما عنديش غيره، هو اللي قلت لك عليه. طيب يا اخويا بس خليه تقيل وعلى مزاجك. حبر يا مطاوع. ايه ده؟ زمارة مين دي اللي سورت لي وداني؟ هم مش بيقولوا ممنوع؟ بس ولا كلمه. ولا كلمة ليه؟ ومش القانون لازم يمشي على الجميع ولا ايه يا ابو ده سريع؟ كمال بيه العريس بيزمر لعروسته عشان تنزل. هم لازم بقى لسه في الشهر اللي بيقولوا عليه شهر العسل ده. هما في الحقيقه متجوزين بقالهم 3 سنين بس لسه في شهر العسل. كلام فارغ اللي انت بتقوله ده يا ابو سريع. الله، ما انت يا ابني متجوز وعارف البير وغطاه. وانا مالي، هما اللي بيقولوا كده. هم مين دول؟ العريس والعروسه، يعني كمال بيه والست فاطمه هاني. 3 سنين شهر عسل؟ امال الشهر الاولاني كان ايه امال؟ وطي صوتك الله. اهي نزلت اهي وهتركب العربيه. ايه ده كله؟ ايه مالك جرالك ايه؟ دي لابسه لبس تمن وجيب فدان، وكل يوم تغيره وشرفك. طب ويا ترى مين اللي بيجيب لها ده كله؟ الحب يا ابن عمي، ما تعرفش الحب يعني ايه؟ عارفه، ده اللي بيقولوا عليه اوله حلو واخره مر. انا بقى اسالني عن المر. اهو مشيوا. على فين يا ترى؟ هتاخدني على فين؟ على الجنة طبعا. في مكان على الأرض اسمه الجنة؟ أي مكان تكوني موجودة فيه يبقى جنة. لا، ده يبقى كلام سينما. لا بلاش السينما دي، خليها مسرح. طب قول، سمعني. فاطمة بجانبي كل شيء إذا حضر. طب خد الساندوتش ده بقى، ديك رومي وحياتك. يا سلام، جه في وقته. مش بتقول كل شيء إذا حضر؟ خد حتة الشوكولاتة دي كمان حلي بيها. هي حلوة بس ما تجيش في حلاوة. لا ما تاخدنيش في 10 دوك. قولي أولا احنا رايحين على فين؟ عجيبة. هو ايه اللي عجيب؟ أنا بسألك رايحين على فين؟ وأنا جاوبتك رايحين على عجيبة. وأنا ما فهمتش حاجة. في بلاش في الساحل الشمالي الغربي اسمه عجيبة، وإحنا دلوقتي في سكتنا العجيبة. أول مرة أسمع الاسم ده. صدقيني يا بطنة لو قلتلك إنه أجمل بلاش في العالم. قد كده؟ وشوفي بقى لما انت تبقي فيه هيبقى ايه يعني؟ ودي عايزة كلام، هيبقى جنة. طب يلا بينا على عجيبة. اتفضلي يا ست هانم، اتفضل يا سعادة البيه، انزلوا من هنا احسن. الله، ايه المنظر ده؟ ايه الجمال ده كله؟ صنع الخالق المبدع يا ست هانم سبحانه وتعالى. الله، شايف يا كمال منظر الصخور عامل ازاي؟ طبعا عامل لوحة رسمها الفنان الأعظم. عندنا الجمال ده كله والعظمة دي كلها وسايبينها للإهمال. وياما عندنا من ثروات طبيعية مهملة. شوف يا كمال، شوف الرملة ناعمة هنا ازاي. لا ولون المية يا ست هانم، عمرك شفت لون زيه؟ ولا في الأفلام الملونة ده ولا حتى في الأحلام. ده صنع ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا متشكرين أوي يا ريس. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى يزيد فضلك يا بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف الصخرة اللي هناك دي يا كمال؟ طبعا شايفها،
بيتهيألي انها تمثال من صنع نحات عظيم، مع انها طبيعية. فعلا شيء معجز صحيح. ايه رأيك؟ في ايه؟ نقعد انا وانت فوقها؟ طب ولما نقع؟ ما احنا واقعين يا حبيبي. واقعين؟ لا لا لا، بعد الشر علينا من الوقوع. قصدي واقعين في حب بعضنا. لا، انا بس اللي واقع. وانا انت اللي استلقيتيني وسميتي عليا وانقذتيني. رجعنا لكلام الشعر تاني. حرام عليك، انا ما استحملش كل ده. 3 سنين. بس شهادي بالحق، عمري كررت معنى سبق قلته في يوم سابق. ابدا يا حبيبي، ودي حاجة مدهشة قوي. لا مدهشة ولا حاجة. يعني كل الرجالة ممكن يقولوا كلام زي اللي انت بتقوله ده؟ ومين قالك ان انا اللي بقوله؟ امال مين اللي بيقوله؟ هو مين؟ الحب. الله، انا سعيدة قوي، سعيدة وعايزة اصرخ واقول انا سعيدة. لا، اقول انا بحبك. بقولك ايه، تيجي نكتب الكلمة دي على الرملة، انا اكتبها بالفتحة وانت بالكسر. لا يا استاذ، الكتابة على الرملة بتمسحها الامواج، واحنا حبنا خالد. يا ريت معايا ازميل. ازميل؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان انحت بيه اسمي واسمك على الصخر. فاطمة بتحب كمال، وكمال يحب فاطمة. يا سلام، وعمره ما حب ولا هيحب غير فاطمة. كمال حبيبتي، قوم بينا من الحتة دي احسن. ايه حسن؟ ليه خير؟ اصل في ناس هنا بيبصوا علينا. طب وفيها ايه لما يبصوا؟ ما هي الناس كلها بتبص لبعض. لا، ايه؟ عايزة حتة انا اللي ابص فيها لوحدي. يا سلام، تعرف انها فكرة جميلة جدا. عجبتك؟ علشان انا كمان صدقيني هبصلك لوحدي. يلا يا حبيبي. يلا. ايوه كده، حتة جميلة قوي، يا سلام، انا حاسس انها ملكنا. والنسيم فيها لطيف بشكل. بقولك ايه، سمع الغنى. غنى؟ لا، مش سامعة حاجة. حد مدور كاسيت؟ لا. النسيم شاف قصتك غنى. مش معقول بقى. اسمح لي بقى، المعنى ده مسروق يا كمال. مسروق منين؟ مين اللي قال على قصته غنى النسيم؟ يبقى هو اللي سرقها مني. مش معقول، ده قايلها قبل منك بزمان. بس في فرق كبير. وايه هو الفرق ده بقى؟ هو تخيلها زي الشعراء ما بيتخيلوا، لكن انا عشتها، شفتها، سمعتها. كمال، بقول ايه، القصة اللي بلون الليل اهي، كمال، والنسيم اهو بيهفف. كمال صدقيني انا سامع الغنوة، احلى غنوة. حبيبي، عيون حبيبك. تعال. ما انا هو بين ايديك ورغم اشارتك. لا، تعال نجري. ايه، نجري يا روحي ونجري. بس اوعى تخليني اسبقك، اسبقني انت دايما، اجري قدامي وانا وراك. معقول حد يقدر يسبق غزال؟ كمال، اجري يا كمال، اجري. 1 2 3. كمال، سلامتك، مالك يا حبيبي؟ لا مفيش حاجة ابدا. حبيبي، لازم رجلك اتكعبلت، وقعت. انا بقالي مدة وانا واقع. حرام عليك يا كمال، حرام، ده انت لسه واقع دلوقتي. ابدا وحياتك ابدا، ده انا واقع بقالي 3 سنين وشهر و4 ايام. وحياتي عندك خفف الكلام عليا شوية، حرام عليك تخليني بالشكل ده. طيب اسنديني احسن، رجلي اتغرست في الرمل. إلا وب. ظريف. كويس. تعال نكمل الجري بقى. ايه، نجري تاني؟ بس اوعى اسبقك. لا قولي احسن اوعى تقع. اسم الله عليك من الوقوع. يلا يا حبيبي، يلا.
ايه رايك بقى؟ كانت رحله جميله مش كده؟ أوي أوي أوي. بس يا خساره. خسارة إيه؟ ربنا ما يجيب خسارة. وقعت مرتين. على رأي المثل ما يقع إلا الشاطر. لا، من جهه الشطاره ابقى انا اشطر الشطار. ليه بقى؟ لاني وقعت فيكي. تاني؟ مفيش فترة استراحة؟ من الحب؟ لا 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 لا، انا زعلان مني خالص. حقك عليا يا حبيبي، أنا غلطانة. طب قول ايه رايك في إيه؟ نواصل؟ مش فاهمة قصدك إيه؟ يعني نروح نتعشى في مطعم، وبعدين؟ نقضي بقيه السهره في اي مكان. إيه ده يا أستاذ؟ أنت ناسي إن أنا عندي شغل بكرة ولازم أصحى من الساعة 7؟ نروح على طول؟ دي لسه الساعه 8. يا خبر، ده احنا ماشيين الساعة 7 الصبح. زمان بابا وماما قلقانين علينا. ايوه، ادي عيب سكن الاهل في عماره واحده. لا وإيه؟ الشقة لزق في الشقة. زي ما يكون كده كلنا ساكنين في شقه واحده. مش أحسن ما نكون زي المقاطيع في العمارة اللي سكانها ما يعرفوش بعض؟ فعلا، بس المهم انهم ما يشغلوش بالهم علينا. ما يقدروش يا أبو كمال، ما يقدروش. ده أنا بنتهم الوحيدة. ربنا يستر. سيمندور، يا سيمندور. في ايه تاني يا زبيدة؟ لسه ما جوش يا مندور. يا ترى جرى ايه للبنت؟ يا ساتر يا رب، فال الله ولا فالك. في ايه يعني لما يطلعوا يتفسحوا في يوم اجازة؟ دول طالعين في وش الفجر يا ابو محمود، كان حقهم يرجعوا العصر ولا اقول على مغربية. ده احنا بقينا دلوقتي نص الليل. يا ساتر يا رب، خرجتيهم خلاص في وش الفجر ودخلت الدنيا في نص الليل واحنا لسه ما وصلناش لأذان العشاء. يا شيخة حرام عليكي. قلبي بياكلني يا ابو محمود، اعذرني. كده؟ وقلبك بياكلك ليه بقى؟ واخدين بعض على حب يا مندور، على حب. امال يعني عايزاهم بياخدوا بعض على كره؟ ونازل فيها دلع وفسح وهدوء، وان طلبت لبن العصفور يجيبه لها. لا، وده يصح. لازم بقى يرنها كل يوم علقه ويحرمها من كل حاجه ويتعبها، مش كده؟ هي دي الاصول يعني في شرعك. اسمع، خدها مني كلمه يا مندور وحطها حلقه في ودنك. طب وايه بقى هي الدره الغاليه دي اللي هحطها حلقه في ودني؟ جواز الحب ملوش عمر يا مندور. ملوش عمر؟ ازاي بقى؟ دول متجوزين بقالهم 3 سنين وهم لغايه النهارده والسعادي سمنه على عسل. ايوه، لكن ما خلفوش. ربنا عايز كده. ايه، هنعارض اراده ربنا؟ هو اللي عايز كده. يا عيني عليك يا بنتي، يا ميلة بختك يا بنتي. وبعدين بقى اخذ الشيطان يا زبيده وسيب البت والواد في حالهم. مبسوط؟ اهي بقت الساعة 8:30 وما رجعوش. مسيرهم يرجعوا بالسلامة يا ستي، ريحي روحك انتي. محمود، محمود. اوه، وعايزة ليه محمود؟ يروح يسأل عليهم في اقسام البوليس لا، ده انت ضروري جرالك حاجة في مخك. كمان شوية تقولي يدور عليهم في المستشفيات. قلبي بيكوني يا مندور، قلبي بيكوني. وبصراحة كده من يوم الجوازة دي وانا مش مطمنة ابدا. كنت بتندهي يا ماما؟ ايوه يا محمود، روح شوف اختك راحت فين يا ابني. هي مش مع جوزها وهو المسؤول عنها؟ مالنا احنا؟ يا محمود، يا محمود، اسمع الكلام. دول طالعين وش الفجر، وشوف دلوقتي الساعة بقت كام. يمكن سافروا اسكندرية ولا بورسعيد يشموا هوا. يا ماما، انت ناسية ان الدنيا صيف؟ ايوه، وعندهم عربية توديهم اخر الدنيا والحمد لله. روح يا محمود يا ابني، روح اسأل عن اختك. ده انا قلبي مش مستريح. ريح لي قلبي، الهي يريح قلبك يا ابني. الحمد لله اهم وصلوا. لا مش هم. لا هم. وتتعبوا روحكم ليه؟ الشباك اهو والشارع كله باين منه، واللي عايز يبص يبص. انا اول واحد هبص. ها؟ هم ولا مش هم يا محمود؟ هم يا بابا. الحمد لله. استريحي بقى يا ست زبيدة. مش هستريح ابدا ولا يهدى لي بال الا لما اروح لهم شقتهم واعرف اصل الحكايه وفصلها ايه. لا يا ماما، ما يصحش. كل واحد حر في بيته ومراته، ولا ايه يا بابا؟ هو كده يا ابني. تملي كده كابسين على نفسي. معلش، بكره تشوفوا اخرتها ايه. اخرتها خير باذن الله.
رأيك يا كيم؟ نتعشى ونقعد نتفرج على التلفزيون شوية وبعدين ننام. موافق يا حبيبي؟ بصراحة بقى الأمر يتعلق بنوع العشاء. التلاجة مليانة من خيرات الله، فضلة خيرك. تحب ايه بقى؟ أقول لك خليه عشاء خفيف أحسن. عارفة ليه؟ علشان أحلامنا تبقى ظريفة. زي واقعنا بإذن الله. هجيب لك بفتيك وسلطة خضراء. كويس؟ عظيم. ها؟ مسافة ما تقرا الجورنال اللي في ايدك هكون خلصت. لا أنا آسف. تعالي تعالي هنا. مش عايز أقرا الجورنال. امال هتعمل ايه وانا بقلي البفتيك؟ حليم معاكي. بعدين الزبدة تطرطش عليك يا حبيبي. ما تخافيش، النار ما تحرقش مؤمن. فعلا. فما بالك بقى إذا كان مؤمن بالله وبحبك. لا، ده انت هتخليني احرق البفتيك بالشكل ده. يبقى ضمانا لسلامة حبيبي وصوابع حبيبي أقلي أنا البفتيك. كده اهو. طب وانا اعمل ايه؟ تعمل إيه؟ ترتبي الورد على السفرة بس. والأطباق والكوبايات. طيب اتفضل اقلي. على فكرة يا حبي، خير يا حبيبي؟ أنا يمكن أرجع بكرة متأخر شوية. ايه ده بقى؟ ايه السبب؟ اقدر اعرف؟ أبدا أبدا، ده مشوار لغاية واحد صاحبي. وساكن فين صاحبك ده؟ في بنها. بنها؟ ما هو عشان كده قلتلك هتأخر شوية. شوية شوية بس، مش كتير من فضلك. تمام يا فندم. اتفضل يا استاذ، خش بقى اقلي. ده أنا هقلي وأغلي وأحمر لا وأشمر. لا من فضلك من فضلك، البفتيك يتقلي وبس. ها؟ مين؟ افتحي يا ماما، انا فاطمة. ايه يا بنتي؟ كفالة الشر يا بنتي. ايه اللي جرى؟ عمل فيك ايه؟ ما هو ده اللي انا كنت عامله حسابه. استني بس يا ماما، اهدى وبعدين نتكلم. ادخل بس الاول. ادخلي يا بنتي، ادخلي وقولي لي على اللي كان واللي جرى. الساعة دلوقتي بقت 2 بعد نص الليل ولسه كمال ما رجعش. ما شاء الله ما شاء الله. وايه كمان؟ بس يا ماما انا مشغولة عليه قوي. ما ينشغلش بالك على غالي. عشان تبقوا تصدقوني. قصدك على مين يا ماما؟ دلوقتي تعرفي حالا. يا سي ممدوح، يا محمود، اصحوا تعالوا شوفوا. الله. يا مندور يا محمود. ايه خير في ايه؟ الله، انت هنا يا فاطمه؟ خير يا بنتي. خير؟ الخير قال. قولي لي انت يا فاطمه على اللي جرى ويا ريته ما جرى. اتكلمي يا بنتي اتكلمي، انا قلبي بقى في ركبي. يا ساتر يا رب، ايه اللي صحاكوا في ساعة زي دي؟ وحياتي عندك يا بنتي، في ايه اللي جرى؟ كمال يا بابا. ها. كمال ما رجعش لحد دلوقتي. والساعة كام دلوقتي؟ داخلين على 2:30 بعد نص الليل. الله، الغايب حجته معاه. ايوه يا بابا، هو صحيح امبارح قال انه هيتاخر شويه. وما قالكيش هيتاخر ليه؟ قال لي انه هيزور واحد صاحبه في بنها. يبقى خلاص، لازمته ايه بقى القلق ده؟ ضروري صاحبه مسك فيه وبيت عنده الليلة دي. بنها وصاحبه بقى، ده كلام معقول يا ناس؟ ها؟ ومش معقول ليه بقى؟ لا خليكوا على غماكوا كده لحد البت ما تروح في شربة ميه. لا شربة ميه ولا شربة انجليزي. جوزك يا بنتي هيبيت الليله دي عند صاحبه في بنها، وبكره باذن الله هيكون في بيته. اطمني. ربنا يجيب العواقب سليمه يا بابا. باذن الله يا بنتي. روح انت على شقتك ونامي مستريحه، انت وراكي شغل. حاضر يا بابا. لكن انا بقى مش هنام ولا هرتاح ابدا. 3 ايام بحالهم وما رجعش يا بابا. انا خايفه قوي. وخايفه ليه؟ مش قالولك انه مبيت عند صاحبه في اها؟ لا، في بنها يا ماما، بنها. يبقى خلاص حط ببطنك بطيخه صيفي. اصل اسمها بنها العسل. مين عارف، يمكن جوزك بيحب العسل. كلام اهدى يا زبيده، ما يصحش كده. اتكلمي لك كلمه حلوه لوجه الله. هقول ايه يعني؟ ما تعلموني يا اخوي. قولي زي ما قلتي لما اتاخرت بنتك ساعه ولا ساعتين وهي بتتفسح. قولي تدور عليه عند اصحابه في الاقسام لو لازم الامر،
ده بقاله 3 ايام غايب يا زبيده. اللي تشوفوه. انا سألت عليه في شغله يا بابا، وقالوا لك ايه؟ واخد اجازة اسبوعين. يبقى خلاص اطمنا، جوزك يا ستي هيرجع لك بعد اسبوعين. لكن ده ما قاليش، ما جابليش اي سيرة. مش بتقولي ان قالك هيتأخر شوية؟ شوية يعني اسبوعين؟ كل واحد بيحسب على كيفه، على مزاجه. انت تحسبيهم ساعتين وهو يحسبهم اسبوعين، شهرين، سنتين، على طول. اعوذ بالله، اعوذ بالله. مش عارفة اعمل ايه يا بابا، انا محتارة. قولي لي انت، سالت صاحبه ده اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ايوه افتكرت اسمه رشدي، سالتيه؟ ما اعرفش لا عنوان ولا نمرة تليفونه ولا حتى بيشتغل ايه. ويا حسرة، كان بيعرفك حاجة ولا بيدلك على حاجة؟ ولا يكون عندك فكرة يا بنتي، انا عندي عنوانه ونمرة تليفونه كمان. ما انت عارفة ابوكي بقى يحب يقيد كل حاجة في النوتة اياها. الحقني بنمرة تليفونه يا بابا. ايوه، تكلميه على طول من شقتك اول ما تصحي الصبح وتيجي تطمنينا. اوام وحياتي عندك يا بابا. ثانية واحدة، اقل من ثانية. على رأي المثل، عشم إبليس في الجنة. يا ماما. اهو النمرة والعنوان اهم. طيب، عن اذنكم. افتح يا محمود، ضروري هي. مؤكد، انا عارف ضربتها للجرس. اللهم اجعله خير. طمنيني يا فاطمه، طمنيني. جرس التليفون بيضرب ومحدش بيرد. يبقى مش موجود راخر، ضروري يكونوا مع بعض. تجيت يا زبيدة؟ وانا كنت رحت فين؟ ما انا مخزونة هنا على طول. خلينا في موضوعنا يا بابا، احنا لازم نشوف لنا حل. ايوه، الحل الوحيد اننا نروح له بيته. الحمد لله ان العنوان عندنا. اوام وحياتي عندك يا بابا، اوام. في الحال يا بنتي، يلا بينا. يلا يا محمود معايا. حاضر يا بابا، بس البس الجاكيت. وانا وياك. لا خليك انت يا زبيد. امال مين هيحرس البيت؟ جاهز يا بابا. يلا توكلنا على الله. ما اخبيش عليكم، هو كان مضطرب جدا وقلقان في اليومين الاخرانيين. مضطرب؟ طب مضطرب وقلقان ليه؟ ايه السبب؟ في الحقيقه ما اعرفش، انا سالته اكتر من مره، كان دايما يجاوبني في كل مره بكلام غامض ما يؤديش لنتيجه. يكونش يعني معذور ماديا؟ مش معقول طبعا، كمال حالته الماليه كويسه جدا. حضرتك اقرب صديق له، ومؤكد تعرف احواله في الشركه اللي بيشتغل فيها. احسن احوال بالتاكيد. كمال هو مدير الشركه وسبب نجاحها، ورئيس مجلس الاداره وكل الاعضاء راضيين عنه. امال يكون ايه بس سبب اضطرابه وقلقه؟ جايز يعني يكون تعبان صحيا. ابدا يا بابا، صحته والحمد لله كويسه قوي. يبقى مؤكد حاله نفسيه. برضه لا يا محمود، ده جوزي وانا عارفه حاله كويس. انا متاكده انه في احسن حاله نفسيه. والله دي حاجه تحير صحيح. ما دام اتاكدنا ان حالته الصحيه وحالته النفسيه وحالته الماليه وعلاقته بعمله كلها على ما يرام، يبقى نخاف من ايه؟ ما فيش داعي للخوف ابدا يا جماعه. ربنا يجيب العواقب سليمه. لكن برضه من باب الاحتياط لازم نبلغ البوليس يا بابا. بوليس؟ ايه رايك يا استاذ؟ رايي اننا نصبر شويه. يعني قد ايه في تقدير حضرتك؟ اسبوعين على الاقل، يعني على نهايه الاجازه اللي خدها. تمام. ياه، وانا اقدر اصبر اسبوعين؟ ده كتير قوي. يلا بينا يا بنتي، يلا بينا يا محمود. يفعل الله ما يشاء. مطاوع، جيت في وقتك يا مطاوع. جيت في وقت ازاي يا ابو سريع؟ مش فاهم، فهمني يا اخويا. اصل الشاي جاهز اهو وبيدخن قدامك. بس كده؟ سيبت ركبي يا راجل وانت بتقول لي جيت في وقتك. انا قلت ان فيه مشكل كبير والحي قايم على بعضه والبوابين ماسكين في خناق بعض، وانت يا ولده محتاج للي يقف جنبك. تصفى الحكايه كلها على كوبايه شاي تموين. اقعد وانا احكي لك. ما اديني اقعد اهو يا ابو سريع. الله، عايزني اقوم واقعد تاني ولا ايه؟ على العموم انا تحت امرك اهو. احكي بقى يا اخويا، احكي. بس يا خساره ما اقدرش. الله، حكايتك ايه يا ابو سريع يا اخويا؟ الله، ساعه تقول لي اقعد وانا احكي لك، وساعه تقول لي ما اقدرش احكي لك. تكونش واخد حاجه يا ابو سريع.
اصله منبه عليا ما اقولش حاجه لجنس حد. هو مين بقى اللي منبه عليك ده؟ وانا عبيط عشان اقول لك؟ طب سيبنا من الحكايه دي وكلمني عن العريس والعروسه. العريس والعروسه؟ ايوه، بتوع شهر العسل ابو 3 سنين وكسور دول. بلاش السيره دي كمان وحياة ابوك يا مطاوع. الله، ليه؟ هي دي الاخرى بقى من الاسرار والممنوعات. حيرتني معاك يا راجل. اهم جم. هم مين اللي جم دول؟ الله، دي العروسه اياها. ومين دول اللي معاها يا ترى؟ ابوها واخوها. توكل على الله انت بقى وسيبني وياهم، ضروري هيسالوني. يا اخويا يسالوك تسالهم، انا مالي، انا قايم. سلام عليكم. حد سأل علينا يا ابو سريع؟ علمك يا ست فاطمه. يعني ايه علمك؟ انت مش بواب العماره ومسؤول عن اللي يدخل واللي يخرج؟ ايوه بس انا ما كنتش هنا طول النهار يا سي محمود. امال كنت فين؟ قاعد على القهوه وسايب البيت؟ لا كنت في مشوار صغير. معلش يا سيد مندور، سامحني. طيب اتفضل اتفضل، شوف شغلك وابقى فتح عينك كويس. حاضر يا بيه. طبعا هنطلع السلم على رجلينا، الاسانسير متعطل زي العاده. يلا ربنا معانا. يلا انت يا بنتي افتحي شقتك وادخلي عشان نطمن عليك. لا، اتفضلوا انتوا اضربوا الجرس، ولما ماما تفتح لكم هفتح انا شقتي وادخل. المفتاح في ايدي، الشقه فاضيه. مين يا ترى؟ افتحها يا زبيده. الله، امال فين فاطمه؟ فاطمه دخلت شقتها تشوف احوالها. قولولي عملتوا ايه؟ لقيتوا الطفشان؟ طولي بالك لما ناخد نفسنا الاول وبعدين نقولك. اقفلي الباب ورانا، مستنيه ايه؟ حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، غريبة، ايه اللي غير ترتيب الانتريه؟ انا ما كنت سايباه بالشكل ده. الله، لازم حد غريب دخل. بابا، ماما، يا محمود. انا اللي غيرت ترتيب الانتريه وهغير كل حاجه كمان. انا حر. كمال حبيبي يا كمال، انت رجعت امتى؟ كنت فين؟ حرام عليك يا كمال، انت شغلتني قوي عليك، كنت هتجنن. انا اتجننت فعلا، لكن الحمد لله دلوقتي بس رجع لي عقلي وقلبي وكل كياني. كنت فين يا حبيبي؟ ارجوكي بلاش كلام كتير واسمعيني هقولك ايه. كمال، انت بتكلمني كده ليه يا حبيبي؟ مش عادتك. الله، انت ما عودتنيش على كده. ارجوكي لتاني مره تسكتي. ايوه تسكتي خالص وتسمعيني. حاضر يا حبيبي، هسمعك زي ما سمعتك في الماضي وزي ما هسمعك في المستقبل. اتكلم يا حبيبي، لازم حاجة كبيرة قوي مزعلاك. أنا مراتك المخلصة، ولازم أستحملك. أيوة، ولازم كمان أقف جنبك في كل موقف. اتكلم، قول لي يا حبيبي، كنت فين؟ قدرت ازاي تغيب عني طول المدة دي كلها؟ مش مهم كنت فين ولا عملت ايه، المهم اللي لازم اعمله دلوقتي. اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي، أنا تحت أمرك، ومن إيدك دي لإيدك دي. اتفضلي لم هدومك كلها. ايه؟ هدومي كلها؟ مش فاهمة ليه؟ هنسافر اوروبا؟ لا مش هنسافر اوروبا، مش هنسافر خالص. لا، امال هلم هدومي ليه؟ ومش هدومك وبس، كل حاجاتك. فاهمه يعني ايه؟ ما تخليش اي حاجه تخصك مهما كانت صغيره او بسيطه في الشقه دي. كمال، انت بتهزر. لا انا ما بهزرش يا ست هانم، انا بقولك لمي كل حاجاتك. لا بقى، تبقى مؤكد تعبان يا حبيبي. ومش عايز اسمع كلمة حبيبي دي تاني، فاهمة؟ لا، طيب طب انا هعمل اللي انت عايزه، بس فهمني ليه. ما عنديش اي وقت افهمك اي حاجة، ما عنديش رغبة، ما عنديش، فاهمة؟ مش عايزة تلمي الحاجات، انا هلمهم لك. لا ما تتعبش روحك، انا هلمها، بس اوديها فين؟ فين؟ وديها في شقة باباكي، ما هي جنبنا الحمد لله، مش هتتعبي. طب وبعد ما لمها واوديها في شقة بابا؟ تقعدي انت كمان هناك. حاضر،
امرك يا حبيبي، مش هقولك لا، بس فهمني، ريحني، انا عملت ايه؟ يمكن غلطت في حقك ومش واخده بالي. نبهني يا حبيبي، عاتبني، بس ما تعاملنيش بالشكل ده. ما عنديش كلام اقوله، فاهمه، غير اللي قلته. اتفضلي بقى لم حاجاتك. حاضر. تحبي اساعدك في لمها؟ حاضر. ما يلا، مستنيه ايه؟ واقفه ليه؟ واقفه علشان تشوف القصه زعلانه منك قد ايه. المره دي مش بتغني زي زمان، المره دي بتبكي. بص كويس انت تشوف دموعها. ما عنديش استعداد اشوف اي حاجه. قول ما انت شايف اي حاجه، هي دي الحقيقه. انا ماشيه وابعت انت الحاجات اللي عايز تبعتها وقت ما تحب. الخاين الغدار ما خلاليش في الشقه اي حاجه عشان تبقوا تصدقوا كلامي. احنا مش في كده دلوقتي يا زبيدة، اللي حصل خلاص حصل. المهم اننا نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. هيعمل ايه بعد ما بعت لنا كل حاجاتها؟ مش قادره اتصور يا بابا، مش قادره اصدق، مش قادره افهم. كل شيء جايز يا بنتي، بني ادم مننا عاجز عن انه يفسر كل حاجة. ده كان بيحبني يا بابا، كان بيحبني قوي، انا كمان كنت بحبه. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ربنا وحده هو اللي مطلع على اسراره واسرار الناس يا بنتي. ده كان بيقول لي كلام حلو قوي يا بابا. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. وما كانش حارمني من اي حاجه ابدا. طبعا، امال هيضحك عليك ازاي يا عبيط؟ ارجوك يا زبيدة، ارجوك يا فاطمة، سيبونا من الماضي وخلونا في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. اللي تشوفه يا بابا. انا نويت اروح انا ومحمود نقابله. تقابلوه؟ وده حد يعبره ولا يسأل عنه؟ ما تعيبيش يا زبيدة، الجدع ما عبش فينا، وكل اللي عمله انه بعت لنا حاجات بنتنا. على رأي المثل، محدش عارف ايه اللي مستخبي. قصدك تقولي ايه؟ يعني بعتانه حاجات البيت عينة، لكن البضاعة لسه جاية. قصدك ايه بكلمة بضاعة دي يا ماما؟ بعد الشر عنك يا بنتي، اللي زي اللي ما يتسماش ما عندهمش غيرها يوردوها للناس الغلابة الطيبين اللي زيك. أسر الكلام، أنا خلاص قررت أروح له أنا ومحمود، والنهاردة قبل بكرة. لا، هنروح له دلوقتي حالا. محمود، يا محمود. ايوه يا بابا، ايوه، انا تحت امرك. هو الأستاذ كمال موجود في شقته دلوقتي؟ ايوه يا بابا موجود، انا شفته كان قاعد في البلكونة من شوية. طب يلا بينا نقابله سوا ونتفاهم معاه. برضه واجب يا بابا، نشوف الحكاية اولها ايه واخرها ايه. يا رب. الأستاذ قال. يلا يا محمود، يلا ما نضيعش وقت. ايه الحكاية يا ابني؟ برضو يعني انا زي والدك. هو انا زي اخو حضرتك؟ مفيش شك. اتكلم يا ابني وريح روحك وريحنا. انا الحمد لله مرتاح ومفيش حاجة تعباني. ربنا يريحك، بس احنا كمان من حقنا نستريح. هما كلمتين باختصار وما عنديش غيرهم. وايه هما الكلمتين دول يا استاذ كمال؟ عايز اعيش لوحدي. على طول يعني ولا مدة مؤقتة نتيجة ظرف معين؟ ما اعرفش. ارجوك يا استاذ كمال، كلمنا بصراحة اكتر، ما تخبيش حاجة. بصراحة انا مستعد اديها كل حاجة. ايوه، مستعد اديها العفش كله، تاخد كل حاجة، بس تسيبولي الشقة على البلاطة. ها، مستعد ابعت لها كل شهر مبلغ كويس، مستعد لأي حاجة. ده يبقى بيع يا ابني. معرفش بقى اذا كان بيع ولا شراء، افهموا زي ما تفهموا. يعني ناوي على الطلاق؟ قولها بصراحة. معرفش بقى. السؤال اللي محيرني ونفسي اعرف جوابه، ايه سبب ده كله؟ مؤكد يكون سبب خطير جدا. برضه معرفش. هدي روحك يا ابني، هدي روحك، مفيش لزوم تتعب اعصابك واعصابنا. طب من فضلكم سيبوني دلوقتي، سيبوني ارجوكم. حصل ايه يا بابا؟ طمني. عملنا اللي علينا يا بنتي والباقي على الله. قول لي يا اخويا، قلتوا ايه وقال لكم ايه؟ قال له القل وتعبوا السر. بصراحة الحالة ما تطمنش. ومن امتى كانت بتطمن؟
ما تطمنش ازاي يا محمود، وحياتي عندك قولي، اوعدك اني مش هزعل ولا اعيط ولا اعمل حاجه ابدا. كمال بايع يا فاطمة، هي دي الحقيقة اللي لازم تعرفيها. بايع؟ فاطمة مش وعدتيني ما تعيطيش؟ مش قادره، مش قادره. عارف ليه مش قادره؟ عشان مش فاهمه حاجه خالص، مش فاهمه. محمود. نعم يا بابا. مادام عرفت الحقيقه قول لها على التفاصيل. هي فيها كمان تفاصيل، إلهي يفصلوا جتته البعيد. فاطمة هو عايز يديكي عفش البيت كله، مش عايزه حاجه. وهيبعت لك كل شهر مبلغ كويس. قلت مش عايزه. جرى ايه يا فاطمه؟ جرى ايه يا بنتي؟ ده انت لسه في عز شبابك، دول اللي زيك لسه ما اتخطبوش، بكره تتجوزي ست سيدو يا حبيبتي. لا مش عايزه حاجه، مش عايزه. انا كنت فاكرها موجة غضب ولا حالة نفسية طارئة وتمر بعد شهر بعد شهرين، لكن الحكاية طولت مع الأسف. أوي يا بابا. واللي مضايقني أكتر إنه بعت لنا العفش، وبيبعت الفلوس كل شهر بانتظام. يعني خلاص كل شيء انتهى؟ انتهى. قلت لك 1000 مرة اللي باعك بإيه، وفي غيره واحسن منه يا بنتي. أرجوك يا ماما. على فكرة يا فاطمة. أيوة يا ماما. هو مش في واحد معاكي في الشغل شاب كان عينه منك وعايز يخطبك قبل المخفي على عينه ده؟ قلت لك أرجوك يا ماما، أرجوك أبوس إيدك. بكرة تعرفي كلامي ومقام كلامي يا فاطمة. كفاية يا زبيدة، سيبي البنت في حالها. حاضر، اديني سايبالكوا الأوضة بحالها، خدوا حريتكم وضيعوا مستقبل البنت وهي في عز شبابها وزي الوردة المفتحة. وردة مفتحة؟ افتح انت يا محمود لما نشوف مين. لا انا اللي حق. ده انت عمرك ما بتفتحي حاجة، ده انت متخصصة في القفل. ايه يا مندور بتقول ايه؟ بتكلم روحك؟ لا بقول لا اله الا الله. روح يا شيخ افتح الباب يفتح عليكي بكلمة كويسة ولا بعمل صالح. مين بسلامتك؟ محضر. في ايه؟ هو ده منزل الست فاطمة مندور؟ ايوه يا اخوي. حضرتك الست فاطمة مندور؟ لا انا امها. وهي فين حضرتها؟ وعاوزها ليه؟ عشان تستلم الورق. ورقة؟ فاطمة يا فاطمة. نعم يا ماما. تعالي يا اختي استلمي ورقة طلاقي. طلاقي؟ عشان تبقوا تصدقوا كلامي. قومي يا بنت استلميها، ربنا عايز كده. حاضر يا بابا. ابو سريع تحت امرك يا كمال بيه. خد دول يا ابو سريع. ده كتير قوي يا كمال بيه، احنا ما عملناش حاجه تستاهل. بس هتعمل باذن الله. اؤمر يا كمال بيه. انت عارف ان شقتي ما فيهاش عفش في الوقت الحاضر؟ ها؟ عارف يا بيه، ما فيهاش غير سرير وكنبه. ايوه، عشان كده انا مش هقعد فيها دلوقتي. وتفوتنا وتروح على فين يا بيه؟ دي احنا منستغناش عن حضرتك. مش مهم اروح على فين، المهم انك تخلي بالك من الشقه. من عناية يا بيه. طيب متشكر يا ابو سريع. السلام عليكم. كمال بيه يا كمال بيه. ايوه يا ابو سريع. ايه في ايه؟ اذا جه حد وسأل على سعادتك اقول له ايه؟ قول له ما اعرفش هو فين. طيب بقى اديني يعني سعادتك عنوانك الجديد من باب الاحتياط. ماليش عنوان جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجيبة. بسلامته طفش من العمارة. طفش؟ طبعا طفش، بقاله يجي 6 اشهر وزيادة ما بيجيش. وساب الشقة لمين؟ سايبها فاضية، وفيه ناس مش لاقية خن تسكن فيه، مؤذي. يعمل اللي يعمله، ملناش دعوة بيه. ايه؟ بتقولي ايه يا فاطمة؟ سمعيني تاني. بقول ملناش دعوة بيه، خلاص سقطنا من الحساب. الله، إيه ماما انتي بتزغرتي ليه بس يا ماما؟ عشان فوت روحك يا فاطمة. امال لو سمعت الباقي بقى هتعملي ايه؟ اذا كان اللي في بالي هرقص. لا، الباقي حاجة مهمة قوي. فرحيني يا فاطمة وحياتي عندك، فرحيني. لا اقدر اقولهولك دلوقتي اني هنتقم. ايوه، هاخد بطاري وطار كرامتي
وحبي. فاطمه، بتعيطي ليه يا بنتي؟ من كتر الفرح، طب وفرحانه ليه يا فاطمه؟ من كتر الغيظ. قولي لي يا حبيبتي، قولي لي على سرك. ده انا امك، وفرحك فرحي وزعلك زعلي. هتعرفي كل حاجة يا ماما. امتى يا فاطمه؟ النهاردة بإذن الله. النهارده؟ امتى والساعه كام؟ الساعة 7 تمام. حضرته الأستاذ محمد، زميلي في الشركة يا بابا. يا اهلا وسهلا. أهلاً وسهلاً. يا مرحبا. بيتنا نور. بأهله يا عمي. اعمل لنا فنجانين قهوه بايديك الحلوه دي يا زبيده. لا يا بابا، أنا اللي هعمل القهوة. صاحبة واجب، وطول عمرك يا بنتي ست بيت. مسافة 3 دقايق بالظبط. طول عمرها زي الساعة المظبوطة. قصدها يعني زي الساعه السويسري. ما طولش على حضرتك يا عمي. أيوة. واخش في الموضوع على طول. موضوع الهنا والفرح بإذن الله يا ابني. انا جاي اطلب ايد بنتك فاطمه، وارجو. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا ابني. بس انت يا ترى عارف ظروف فاطمه؟ عارفها من البدايه للنهايه. انا زميلها يا عمي، وكنت أيوة تمام. وكان يبقى فاضل حاجه واحده يا ابني. انا مستعد لاي طلب يا عمي. ناخد رايها. انا فعلا خدت رايها يا عمي. اصلنا بنتعامل مع بعض من زمان بلغه الصراحه والصدق. بس برضو انا شخصيا لازم اسمع رايها. القهوة اهي. ودي قهوه برضو يا فاطمه؟ لا يا بابا، أصل نسيت وافتكرتكوا عايزين شربات. أهي قالت رأيها يا مندور. بقى كده هي الحكايه كده يعني. طول عمرها عفريتة. يو لكن عفريتة ملاك. امك اهي لخبطت في الكلام. من فرحتي يا مندور، من فرحتي. تسمح لي بقى؟ اسمح لك بايه؟ ده انت فرغتي كل اللي جواكي. أنا كمان فرغت كل اللي فيا. انا من رايي يا عمي خير البر عاجله، ومفيش داعي للتاخير. يعني ايه؟ قصدك ايه يا ابني؟ قصدي نكتب الكتاب يوم الخميس الجاي. اوام كده؟ انت مش واخد بالك يا مندور؟ مش واخد بالك؟ واخد بالي بس يعني. خلاص، خير البر عاجله، خير البر عاجله. رايك ايه يا فاطمه؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يعني موافقه 100%. تسمح لي يا مندور؟ ايه هتعملي ايه المره دي يا زبيده؟ لا، الكلام ده ليلة الدخلة. على خيرة الله. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك يا ابني. مبروك يا فاطمه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا بابا. يا خبر يا مطاوع. الله 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 الله. يا خبر زي بعضه. ايه اللي جرى يا ابو سريع؟ مالك اتخضيت كده زي ما تكون شفت ديب هاجم عليك ولا حاجه؟ لا، ده مش ديب هاجم عليا، ده بني ادم داخل على قضاء. فهمني ايه الحكايه يا ابو سريع؟ كلامك النهارده عامل زي الفوازير يا اخويا. بص شايف اللي جاي علينا ده؟ شايفه، ده العريس. لا وانت الصادق يا مطاوع يا اخويا، العريس فوق كاتب كتابه الليله. الله، طب والعروسه؟ مع العريس الجديد. لا يا اخي، انا قصدي على عروسه العريس اللي جاي قدامنا ده اهو. هي اللي مع العريس التاني. وهيكتب كتابه عليها؟ امال عليا انا؟ ما تفوق لروحك يا مطاوع. والله انا عارف مين فينا اللي لازم يفوق له روح يا ابو سريع. ما اقولكش. السلام عليكم يا عمي بقى. ليلتك سعيده يا ابو سريع. سعيده مبارك يا كمال بيه. ايه الغيبه الطويله دي؟ ظروف. انما صراحه كده بقالي كام يوم وفي حاجه بتقولي لازم اجي وابات لي ليله في الشقه. لا حول ولا قوه الا بالله، جاي القضاء. ايه يا ابو سريع مالك؟ في حاجه؟ لا ابدا، مفيش حاجه ابدا. لا. طيب انا طالع. بقول يا ابو سريع، يا ترى كنت بتطل على الشقه؟ يوميا وشرفك يا بيه. يعني هلاقي سرير نضيف وفاضي؟ فاضي. لا مؤاخذة بيه، انا قصدي اقول يعني زي الفل يعني. طيب ابقى اطلع لي كمان ساعة كده علشان تساعدني في تحضير العشاء. تحت امرك يا بيه. لا حول ولا قوة الا بالله، حكمتك يا رب. يا ساتر، ده ايه ده؟ ده الفراغ فظيع. الأوضة
فاضيه وعامله زي البير المظلم، حاجه تقبض الصدر. انا ايه اللي خلاني اجي النهارده بس؟ انزل تاني؟ لا مش نازل، وهي كلها نومه واسم عايش ليله مع الذكريات. ذكريات ماضي سعيد. ايوه، كان ماضي سعيد. ألا ايه ده اللي انا سامعه؟ دي مزيكة فرح وزغاريد، دي قريبة جدا. ده مؤكد ابو سريع. اساله ايه الحكايه؟ ادخل يا ابو سريع. انا بقى جايب لحضرتك ايه؟ عيش فينو صغير سخن اللي قلبك يحب. كده متشكر يا ابو سريع. وده بقى ربع بسطرمه و5 بيضات. انا عارف ان حضرتك بتحب الاكله دي. كلها ذوق. لكن قول لي. نعم. اقول لحضرتك، هي العماره فيها فرح؟ ايوه يا بيه، مع الاسف. مع الاسف ليه؟ حد يقول برضو على الافراح مع الاسف؟ اصله فرح ست فاطمه يا كمال بيه. ست فاطمه؟ طب ومع الاسف ليه؟ والمبروك؟ ها؟ الف مبروك. ها؟ انا نازل يا بيه، يلزم اي خدمه. لا متشكر. السلام عليكم. فرح فاطمه، انا لازم انزل. انا لا يمكن ابات هنا. الاوض خاليه زي بير مظلم، والسرير خالي وبارد زي التلج. مش ممكن. انا لا يمكن ابات هنا. انا نازل. كانت ليله يعلم بها ربنا يا مطاوع يا اخويا. انه ليله يا ابو سريع؟ يعني تقصد انه ليله من الليالي يا ابو سريع؟ ها؟ الليله اللي رجع فيها العريس وعارف ان عروسته بتتزف مع عريس غيره. انت مش كنت بتقول انه طلقها كده بين يوم وليله وفي عز الحب. حاجه مش داخله دماغي ابدا، لازم في سر. اخويا لا سر ولا حاجه، الجواز والطلاق اسم ونصيب. وفاتت الايام وعدت الايام، والعروسه النهارده حامل من العريس التاني طبعا. ايوه يا سيدي، من العريس التاني. طب وايه اخبار العريس الاولاني؟ ما عادش بيبان تاني، فص ملح وداب. سيادتك طالب المدام ليه يا متر؟ طالبها علشان امر هام جدا. اهي قدامك اهي. ايه هو بقى الامر الهام؟ اتفضلوا استراحوا اولا. اتفضلي يا هانم. اتفضل يا استاذ. متشكرين. متشكرة. حضرتك كنت متجوزة لاستاذ كمال راشد؟ ايوه يا استاذ، ايوه كانت متجوزة من المذكور. من فضلك امسكي اعصابك يا هانم. كلنا ماسكين اعصابنا والحمد لله. الاستاذ كمال راشد اتوفى. الله يرحمه. الله يرحمه. وعشان كده حضرتك طلبت الهانم؟ لا طبعا، دي حاجة ما تستدعيش ان اطلبها. امال الطلب عشان ايه؟ علشان المرحوم كان مأمن على حياته لصالحها. لصالحي انا؟ ايوه يا هانم، لصالح حضرتك، وبمبلغ 100,000 جنيه. اقدر اعرف تاريخ التأمين امتى يا استاذ؟ بعد تاريخ الطلاق بيوم واحد. إيه؟ بعد الطلاق؟ في حاجة مهمة طلبت الهانم علشان ابلغها لها. وايه هي؟ جواب. تسمح اقراه قدامكم؟ السيدة فاطمة مندور المحترمة. لعلك دهشت وما زلت من تصرفي. كيف احببتك حب لا مثيل له، وكيف اعززتك كما لم اعز شيئا في الوجود، ثم كيف انقلبت فجأة وعاملتك معاملة سيئة ثم طلقتك. كانت مفاجأة وتجربة رهيبة لك. اما بالنسبة لي فكان حبي لك اقوى من الحب. معناها ايه الجملة الاخيرة دي؟ انا مش فاهمها. طولوا بالكم، حالا هنفهم. طب استمر يا استاذ استمر. اكتشف الاطباء بانني مصاب بمرض لا شفاء له. مرض؟ وايامي في الحياة معدودة. لم اشأ ان اشقيك معي، فابتعدت عنك وضحيت بحبي واثرت سعادتك على سعادتي. سامحيني يا انبل واعظم قلب عرفته في حياتي القصيرة على وجه الارض. كمل يا استاذ. اكمل ايه؟
خلاص. طيب نقدر نستأذن بقى؟ مع السلامة، أنا هبقى أتصل بيكم أكمل باقي الإجراءات. محمد. نعم يا فاطمة. تسمح لي ألبس عليه أسود 40 يوم؟ ومش بس كده يا حبيبتي، بإذن الله لو ربنا رزقنا بولد هنسميه كمال. أقوى من الحب كتبها محمد دوارة. اشترك بالتمثيل كمال حسين، نادية السبع، ميرفت سعيد،